اشترك في قناة الزمالك واحصل على باقة مروان عطية. الرجل كلمة. لو حضرتك كل يوم هتفتح النت او هتفتح التلفزيون فانت ممكن تلحق دلوقتي باقة مروان عطية. للاسف الصفقة دي عاملة حرقان كبير جدا في نادي الزمالك. ومحمد مصطفى هو اللي قال لي مضيه. بصفة عامة الراجل بيلحن كل يوم الرجل كلمة الرجل كلمة، على الرغم من الرئيس ده نفسه، رئيس نادي الزمالك ده يعني انسحب من الدوري ممكن تقول 50 مرة. انا بس في خبر غريب جدا، فاحنا عاملين يا حلقه فندم اساسيه فقطعت الزمالك عشان مش نسال ايه هيكمل الحكايه. الدوري. كلام واضح، الزمالك مجلس الاداره خد قرار مش هيكمل الدوري. ليه؟ لو انت اهلاوي ممكن تشترك في الباقة ديت وتبقى مجانا. ليه؟ لان مروان عطية في الاهلي. طب لو انت زملكاوي تاخد بقى ايه الباقة ديت؟ الرجل محمد طبعا. مصطفى الرجل كلمة. تاني محمد اسكندريه دول كلهم رجاله ومحترمين. الرجل كلمة. قال لك الاولويه للزمالك، والراجل طلع قال لك انا قلت لهم روحوا تفاوضوا مع اللاعب، خلاص انا ما عنديش مشكله اهو خدوه. وفعلا الراجل قال رغبه اللاعب في الاول ما كانش فيها الا نادي الزمالك، ونادي الزمالك اللي كان عايز يشتريه. لكن لما الاهلي دخل الولد غير رايته، غير رايه، وبالتالي بقى عايز يروح نادي الاهلي. فيا جماعه الموضوع صعب جدا لما الاهلي بيخش اي مكان. صعب جدا ان انت ترفض الاهلي، سهل جدا ان انت ترفض الزمالك لان في اهلي. ببساطه شديده جدا الاهلي غير. عمرك ما ترفض الاهلي، واللي يرفض جنه الاهلي ادينا شايفينه رمضان، شايفين عبد الله، شايفين اي حد بيدور على نادي ومحدش عايز ياخده. تاني حاجه مهمه جدا، الزمالك بكره هيلعب مع الاتحاد، وسبحان الله يعني انا نفسي مروان عطيه يلعب بكره يعني بالمناسبه يعني، او يلعب النهارده، اسف هو المباراه النهارده، فنفسي مروان عطيه يلعب النهارده. هيكون صفقة مهمة جدا للأهلي إن شاء الله. ومباراتنا بكرة مع المصري مهمة جدا، مباراة الأهلي بكرة مهمة جدا مع المصري لتوسيع فارق النقاط إن شاء الله. ونقطر عن 5 نقط، يعني ال5 نقط دي تزيد إن شاء الله. الزمالك يتعثر اليوم إن شاء الله الاتحاد يكسب قلبا وقالبا مع الاتحاد. الاهلي لو وسع فارق النقاط قبل كاس العالم ده مهم جدا، لان احنا نخش كاس العالم هيتاجل لنا من 4 ل5 مباريات مؤكد، شيء مؤكد ومهم جدا يعني. فان احنا يبقى عندنا فتره مباراة هتبقى مضغوطة شوية، وفي نفس الوقت يبقى معانا فرق من النقاط كويس جدا، خاصة الزمالك هو المركز الثالث بس هيبقى هو اللي معانا في المنافسة. عودة طاهر، محمد طاهر هتبقى عودة قوية جدا وإضافة قوية جدا للأهلي، كذلك بيرسي تاو بدأ يرجع، بدأ يتمرن. فبصراحة شديدة الأهلي فعلا محتاج اللعبة ديت مع الصفقات والتدعيمات، هيبقى ليه شكل مختلف كبير جدا في الملعب. كل الناس دلوقتي مركزه في صفقه المهاجم بالذات، لان احنا قلنا قبل كده ده المقياس بتاع الصفقات بتاعتنا، دي اللي فعلا الفريق محتاجها، الصفقه الوحيده اللي الفريق محتاجها. كمان صفقه عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد اللاعب مصمم تصميم شديد جدا ان هو يروح الاهلي، واللاعب حذف اي حاجه قد تخص الزمالك من جميع حساباته، واللاعب بقى شار الاهلي بطريقه عاليه جدا وبطريقه كبيره جدا، ومصمم ان هو يروح الاهلي. قد تكون الصفقه بتنهار لان اداره فيوتشر يعني مش عايزه تفرط في اللاعب. الاهلي كان الاول بيجري على بوبو، لكن دلوقتي حاليا الاهلي قال لهم لا مش عايزه دلوقتي، انا عايز عمر كمال عبد الواحد. وطبعا لو الاهلي هياخد عمر كمال عبد الواحد فدي فيها مضايقه كبيره جدا للنادي المنافس. ف هتبقى صعب على اداره فيوتشر انهم يفرطوا فيه، وفي نفس الوقت الاهلي مصمم تصميم كبير لكن بيواجه تعنت شديد، واحنا المفروض احنا نتعامل مع الفرق اللي بتعنت معانا بالذات ان هي مش عايزه تسيب اللعيبه بتاعتها، ان احنا ما نتعاملش معاه. فيوتشر ناسي ان مثلا احنا عاطين له مروان محسن، عاطين له كريم ندفيد، عاطين له سعد سمير، يعني احنا اغلب اللعيبه موجوده في بيراميدز الاهلي عطاها لهم، الاهلي مكونهم تمام. بس خلينا اقول على حاجه مهمه جدا وهي علي ماهر. علي ماهر مدرب بيحب نفسه جدا، مدرب بيحب مصلحته جدا، فهو مش من مصلحته ان هو يفرط في عمر كمال عبد الواحد، ودايما بيبص لمصلحته الشخصيه. واتضح كتير جدا ان هو بيقف قدامي الاهلي في كذا صفقه، حتى هو كان بيدرب في تقريبا في اسوان برضو، كان بعض اللعيبه كان الاهلي عايزها وهو كان ممتنع عنها، وفي انبي يعني شفناه كتير جدا كان دايما بيقف في صف الاهلي، يعني ما بيقف ضد مصلحه الاهلي. فانت برضو لعيب خلاص سيبه، الاهلي محتاجه وهو الاقوى، يعني احتياجاته اقوى منك، لان الاهلي بينافس على بطولات قويه جدا.
وفي نفس الوقت اللاعب عنده رغبه، وقد تكون الفرصه دي مش هتتعوض لعمر كمال عبد الواحد. ففيوتشر مصمم ومصلحه علي ماهر بتقف طموح قدام عمر كمال. ان شاء الله الاهلي يقدر ان هو يجيبه ونستفيد بيه، وكذلك صفقه المهاجم. بكره مباراه مهمه جدا قدام المصري. الاداره وفرت للجمهور ان شاء الله اتوبيسات مجانا تنقلهم لاستاد برج العرب. ان شاء الله الجمهور يبقى متواجد وبكميات كبيره. ان شاء الله الفوز يكون من حليفنا. حاجه اخيره، ما تنسوش اشتركوا في باقه الزمالك.